بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمر جمال الشويخ، عمر الشويخ. مواليد 1994، عندي 25 سنة. آه، أنا من مواليد مدينة السويس في مصر، ومنتسب لجامعة الأزهر. يعني منتسب للتعليم الأزهري من بداية ما دخلت التعليم في مصر. وجامعة الأزهر كانت النهاية يعني، وكانت البداية في كل حاجة تانية في قصتي مع السجن والتعذيب وغيره يعني. أنا بقالي هنا حوالي سنة وشهرين، أو سنة وشهر، يعني سنة وشهرين. بدرس حاليا في جامعة ميديبول، في الجانب الآسيوي من اسطنبول. بدرس إدارة أعمال باللغة الإنجليزية. أنا وقت الانقلاب كنت في ميدان رابعة العدوية في مصر. فضلت موجود هناك في الاعتصام من بدايته لنهايته. حضرت يوم فض الاعتصام، ومات على ايديا ناس، اكتر من 2 أو 3 على ايديا. وشفت بعناية اكتر من 25 واحد بيتصفوا تصفية، يمكن يعني زي نقول كالدجاج يعني، بدون اي وجه حق، من غير ما يحملوا سلاح او غيره. ف يعني في احداث كتير كانت في رابعة. الوقت ده انا كنت موجود هناك، وسمعت بيان الانقلاب العسكري للخاين عبد الفتاح السيسي. ومن ساعتها واحنا عرفنا انه يعني من قبل ما يقول البيان، وهو بيان ال 48 ساعة اللي هو كان بيمهلها للأطراف المتنازعة في الشارع، عرفنا ان في حاجة بتتدبر للدكتور مرسي، وعرفنا ان في حاجة بتتدبر يعني الانقلاب عسكري. وما رفضنا ان احنا نسيب الميدان الى ان يعني قالوا لنا خلاص، يعني الميدان اقتحم في اخر ساعات من يوم 14/8/2013، يوم الفض. وبعدها رجعنا مدينة السويس. حضرت التظاهرات هناك، بل كنت بقودها في السويس مع الشباب ومع اخواتي. وبعدين ابتدت الجامعة، ابتدينا الدراسة في الجامعة، فابتديت ان انا اروح للجامعة. وابتديت ان انا يعني ربنا رزقني بصوت عالي وكاريزما، وبقدر ان انا اتكلم كويس في وسط حشد. فالحمد لله ان انا يعني ربنا رزقني الموهبة دي، فعرفت او قدرت ان انا اقود التظاهرات برضو في جامعة الازهر، وكان ليها صدى اكبر من صدى التظاهرات في جامعة في مدينة السويس. ومن هنا ابتدت الامن الدولة في مدينة نصر، اسم تاني مدينة نصر واسم اول مدينة نصر، ابتدوا يراقبوني. ابتدوا ان هم يعني يحاولوا يعتقلوني مرة واتنين لحد ما نجحوا في المرة الثالثة. اعتقلوني يوم 24/3/2014. يعني كنت متراقب. كنت ماشي في يعني خارج من الجامعة مروح بيتي عادي زي أي يوم. فجأة لقيت عربيات الشرطة موجودة بكثرة، ويعني الموتوسيكلات بتاعتهم الدراجات النارية يعني. فأنا ما سلمتش في البداية، ابتديت إن أنا أجري. جري ورايا، وابتدى ان هم يضربوا يعني طلق تحذيري زي ما بيقولوا يعني ما بين رجليا يعني وانا بجري، وامسك حرامي امسك حرامي. فيعني وقفت لسببين. السبب الاول انه انا يعني ما كانش في حاجة اتحمى فيها في الشارع، وكان الطريق طويل جدا، وهم معاهم موتوسيكلاتهم فهم اسرع مني بكتير. الحاجة التانية انه انا يعني اذا كنت هتمسك فانا هتمسك مصاب او هتمسك سليم، فانا اتمسك سليم احسن ما اتمسك مصاب. يعني الافضل ليا ان انا اتمسك سليم افضل ما اتمسك مصاب ويفضلوا يعذبوه، يبقى عذابي اكبر ضعفين او 3 اضعاف يعني. ده اللي حصل لحد ما اعتقلت يعني. طبعا انا بعديها اخدوني على اسم تاني مدينة نصر. يعني كنا مسميينه زي سلخانة التعذيب في جامعة الازهر.
هو اسم تاني مدينة نصر الدور التاني. ابتدوا يعذبوني بشتى أشكال التعذيب، يعني من تحرش جنسي وده ليه قصة ومعروفة ومثبتة، أنا كتبتها وطلعتها بورق، ووالدتي اتكلمت عنها كتير في وقتها. ابتدوا ان هم يكهربوني، وعندي اثار لتعذيب. يعني لو كنا كده نبص، ده اثر تعذيب كهرباء مازال موجود. ده كان منه في جميع انحاء جسدي، بس الى الان دي الباقيه يعني. وفي اماكن اخرى لكنها حساسه، مش هقدر ان انا اوضحها دلوقتي. اخدوني، قعدت 46 يوم في القسم، تعذيب نفسي وجسدي وكل شيء، كل ما يمكن ان يتخيل فهو حصل. من تعليق في الحيطة بالكلبشات، لكهرباء في الكلبش، يعني محاولة خنق أو تضييق النفس عليا باستخدام المية، محاولة الإيهام بالإغراق أو الإيهام بالغرق زي ما بنقول في الملفات الحقوقية. يعني كل شيء حصل. جردوني من ملابسي، كلبشوني خلفي في اوقات، طبعا متغمي 46 يوم ما بشوفش اي حاجة. كل ده حصل، وانا عايز اقول ان هو بيحصل برضو حاليا. يعني ده حصل لي من حوالي 6 سنين دلوقتي، لكن هو بيحصل حاليا، وبيحصل اسوأ من كده بكتير، لدرجة ان في ناس بتموت من التعذيب في السجون وفي امن الدولة في مصر، بتموت من التعذيب. يعني لك ان تتخيل الشخص ده بيحصل فيه ايه علشان يوصل لدرجة الموت من التعذيب. دي حاجة. بعد كده نزلت النيابة. بعد ما نزلت النيابة لقيتهم يعني متهميني باتهامات يعني مضحكة جدا، اللي هو التظاهر بدون تصريح. يعني انا بتظاهر ضدك، فالمفروض ان انا اروح اخد من حضرتك تصريح علشان اروح اتظاهر ضدك. فيعني كلام لا يقبله عاقل. يعني اتهموني بالتظاهر بدون تصريح، اتهموني بسرقة سلاح ميري. يعني انا ما اعرفش ازاي حد مسلح وانا اعزل اروح اسرق منه سلاح ميري وهو واقف بيه. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة انه اتهموني بانتماء لجماعة ارهابية. يعني التهم بقى المسندة العادية اللي بتسند لأي حد بيعتقل سياسيا، يعني او بيقول رأيه في مصر. بالاضافة الى اني كنت طالب، يعني فاتهموني بان انا كسرت سور الجامعة. يعني مش هرقل مثلا لو موجود ما كانش قدر يعمل ده لوحده. اتهموني انا لوحدي بان انا يعني كسرت سور الجامعة. ف يعني اتهامات كانت غريبة شوية. المهم الشاهد من الموضوع انه انا بعد ما رجعت من النيابة العامة ما توقفش التعذيب. وده يعني قانونا لا يصح بأي حال من الأحوال، ان انت خلاص انا بقيت في يعني تحت سلطة النيابة العامة، مش تحت سلطة أمن الدولة أو تحت سلطة أي شيء آخر يعني. فالمفترض ان النيابة العامة هي المشرفة على سجني دلوقتي. لا، انا ما كنتش كده. انا دلوقتي كنت بتاخد اتعذب حتى بعد ما نزلت النيابة العامة. وكل ما كنت بنزل النيابة كنت بقول لهم يا جماعة، انا يا وكيل النيابة، يا رئيس النيابة، انا بتعذب في السجن بعد ما برجع، يعني في القسم. كل ده ما كنتش رحت السجن لسه، انا بتعذب في القسم بعد ما برجع من عندكم. فما كانش فيه اي تحرك ولا اي يعني اهتمام بالموضوع ده. بعد 46 يوم الحمد لله انتقلت لسجن ابو زعبل. يعني انا من الناس يمكن اكتر واحد لفيت على سجون في مصر. رحت حوالي 7 سجون، 4 أو 5 اقسام شرطة. رحت الاول سجن ابو زعبل في القليوبية. اول ما دخلت استقبلوني، هم كانوا عارفيني، قالوا لي اهلا عمر الشويخ، انت اللي عامل فيها اسد الازهر، انت بقى اللي بتنزل مظاهرات. حسيت ان في طار ما بيني وما بينهم، مش يعني طار شخصي. فاخدوني لوحدي على جنب دونا عن زمايلي الباقيين اللي كانوا جايين معايا، وحلقوا لي شعري خالص كنوع من الاهانه والاذلال. جردوني من الهدوم كلها اللي كانت معايا ما عدا ما كان يستر جسدي ساعتها يعني. ودخلوني زنزانة مع يعني احنا كنا مسميهم الجنائيين، المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، اللي هو قتل، سرقة، جرائم نفس وما إلى ذلك.
يعني اخدوني في الغرف دي، ويودوا زمايلي التانيين مع المعتقلين سياسيا يعني. فانا يعني فهمت من ده انه انا يعني مقصود انه ده يحصل معايا، او انا متوصي عليا زي ما بنقول في مصر يعني. فضلت في الحال دي ايام يعني، الى ان خرجت ورحت مع المعتقلين السياسيين، وابتديت ان انا انزل الجلسات بتاعتي، الى اتحكم عليا حكم ب5 سنين سجن و100,000 جنيه غرامة في قضية تظاهر بدون تصريح وانتماء لجماعة. بعديها بفترة انتقلت يعني انتقلت لسجن وادي النطرون 2. طبعا يعني كنوع من الإذلال والإهانة، واحنا داخلين طلبوا مننا ان احنا يعني كأننا في دورة مية، يعني يعني نتجرد من هدومنا يعني ونتبرز أعزكم الله يعني. فاحنا رفضنا، انا واللي كانوا معايا الشباب السياسي اللي كانوا معايا، رفضنا ان احنا نعمل ده. فابتدوا ان هم يدخلونا غرف تسمى بغرف الدواعي الامنيه. غرف الدواعي الامنيه غرف اسوأ من التأديب، غرف رطبه جدا جدا جدا، غرف يعني مظلمه، يعني تكاد لا ترى يدك يعني من شده الظلام. غرف يعني لم تنظف من يمكن نقول من ساعة ما اتعملت. الغرف دي بعض الأحيان كنا بنلاقي مية تحتينا واحنا قاعدين، فجأة كده بنلاقي مية يعني طالعة من الأرض، ما نعرفش المية دي جاية منين، فبنضطر ان احنا نفضل واقفين ممكن يوم او يومين لغاية لما المية دي تنشف لوحدها وتمشي يعني. فدي كانت غرف الدواعي، فضلنا فيها حوالي 11 يوم لغاية لما طلعونا تاني عشان نعمل نفس الموضوع، على اعتبار ان احنا يعني هم فاكرين في بالهم ان احنا كده اتأدبنا، وان احنا كده خلاص يعني مش هنسمع الكلام، وما يعرفوش ان احنا يعني بنزداد عند، يعني كل ما بيزدادوا في سوء المعاملة بنزداد عند اكتر. فابتدينا ان احنا نرفض، فدخلونا تاني غرف الدواعي، الى ان يعني رحلونا تاني يوم ترحيلة مفاجأة يعني إلى سجن ملحق وادي النطرون. سجن ملحق وادي النطرون، واحنا داخلين ابتدى المخبرين والسجانين يضربوا فينا بالعصيان وبالأيادي يعني. وابتدينا ان احنا واحنا متكلبشين، احنا اتنينات متكلبشين مع بعض، ابتدينا ان احنا ندافع عن نفسنا بايدينا، وابتدينا ان احنا نزقهم بايدينا. طبعا احنا مش قادرين نعمل الكلام ده لان احنا متكلبشين، فعلى قد ما بنقدر يعني بنعمل، لغايه لما دخلونا الغرف. برضو غرف يعني هي مسماه بالإيراد، لكنها غرف شبيهه بغرف الدواعي الامنيه اللي حكيت عليها عنها دلوقتي. قعدت في السجن ده فتره، طبعا تفتيشات، اهانات في الزياره، يعني كل انواع الاذلال والتعذيب النفسي او الايذاء النفسي المتخيل موجود، من حلاقة للشعر، من تجريد من الملابس، من منع للزيارة، من منع للطعام والشراب، من منع للتريض، من منع للرعاية صحية. ودي أهم شيء، لأن الزنازين في السجون وادي النطرون وفي معظم السجون إن ما كانش كلها لا يوجد فيها تهوية حقيقية، تهوية إنسانية لشخص أنت مدخله السجن علشان يتأدب، مش مدخله السجن عشان يموت. ده اللي انت بتقوله يعني كنظام مصري. انت بتقول كده دلوقتي انه انت مدخله علشان هو بيعمل حاجة غلط، فانت مش مدخله عشان يموت، انت مدخله عشان يتأدب. لو عايزه يموت احكم عليه بالإعدام وموته. فكانت غرف أشبه بغرف الإعدام البطيء، يعني ما فيش رعاية صحية تماما. يعني مش هنقول مثلا ان احنا كل فين وفين بيبقى فيه مثلا كشف طبي او الكلام ده، لا، مفيش اي نوع من انواع الرعاية الصحية. انا واحد من الناس 3 سنين في السجن، 3 سنين كاملين ما دخلتش عيادة غير مرة واحدة او مرتين، والمرتين ما اخدتش فيهم حاجة غير مسكن للألم. وانا يعني شاب من الشباب، فما بالك بالشيوخ الموجودين اللي فوق 60 و70 واللي فوق 50، وما بالك بشباب عندها امراض
يعني اللي عنده الكبد واللي عنده السكر واللي عنده سرطان واللي عنده فما بالك بالناس دي يعني. فده كله كان موجود. ده اهم شيء كان موجود. يعني احنا لما بنفتكر الرعايه الصحيه بنتكلم دلوقتي عن استاذه عائشه خيرت الشاطر، يعني موجوده دلوقتي في السجن امبارح، اتجدد لها يعني 45 يوم حبس، وهي جايه في سياره اسعاف. يعني هي حد مش قادر اصلا يتحرك على رجله لدرجه ان هو جاي في سياره اسعاف ويتجدد له حبس. يعني قمة انعدام الأخلاق والتفكير وانعدام كل شيء عن يعني انعدام الإنسانية بالمرة، لو قدرنا نتكلم ونقول ده. أرجع تاني وأقول إنه يعني الرعاية الصحية والكلام ده كله لم يكن شيء في اللي كان يعني بيحصل لو كنت بتطلب حاجة من حقك. يعني أنت بتطلب مثلا عندك تريض ساعتين، تطلب حاجة في لائحة السجون موجودة. انت التريض ده شيء موجود في لائحة السجون وثابت، فبتطلب ان احنا التريض بتاعك ساعتين، لو سمحت انا عايز اطلع الساعتين بتوعي، فبتتاخد، بتتضرب، بتتكتف، بتتحط في التأديب لمجرد بس ان انت قلت انا عايز التريض بتاعي، لمجرد بس ان انت قلت التعيين ده مش مطبوخ كويس. يعني هم مصورين السجون ان هي 5 نجوم وناس بتشوي وسراير والكلام ده مش موجود بالمرة. انا واحد من الناس الى الان بعاني في عظمي، جسدي كله من ظهري لرجلي لرقبتي، جسدي كله بعاني بسبب النوم على الارض في البرد بدون بطاطين. جسدي كله بعاني بسبب الرطوبة اللي كانت موجودة في الزنازين. فما تجيش تقول لي ده في سراير وفي وهناك من يصدق هذا الكلام. يعني هو يصدقه لأنه على هواه، يعني هو لا يصدقه لشيء، هو يعلم الحقيقة جيدا، وإذا أراد أن يعلم الحقيقة يعلم إلى أين يذهب ومن يسأل، ولكنه لا يريد ذلك. هو يريد فقط أن يقول أننا سألنا وأننا لم نجد شيئا مما تقولون وأن إنما هم يعلمون جيدا ماذا يفعلون، لكنهم يعني إيه لمصالح شخصية ومصالح يعني بعيدة عن الإنسانية بالمرة، هم يصدقون هذا الكلام أو يتجاهلون الكلام الصحيح. بعد ذلك يعني خرجت من سجن وادي النطرون، ملحق وادي النطرون، إلى سجن طرى تحقيق. فضلت في طرى تحقيق مدة 1 سنة وشهر. سجن طرى تحقيق كان يعني ممكن أقول هو أفضل السجون اللي أنا دخلتها. يعني مش هقول مفيش سجن كويس ومفيش سجن نقدر نقول إن هو يعني مفيش حد محبوس ومرتاح، لكن هو افضل السجون اللي انا دخلتها. برضو ما كانش فيه رعاية صحية، يعني لا، هي فقط المكان كان يعني بشكل ما اوسع، افضل في التهوية بشكل ما، افضل في المعاملة قليلا بشكل ما، لكن نفس الاهانات موجودة، نفس يعني اللا أخلاقيات موجودة، لكن هي بشكل أخف قليلا من يعني السجون الأخرى التي دخلتها. بعد يعني أنا اتهمت في قضايا أخرى غير القضية المسندة إلي اللي اتحكم علي فيها ب5 سنين و100,000 جنيه مصري غرامة. اتهمت بقضايا في قضايا أخرى وحكم علي ب3 سنوات، وحكم علي ب10 سنوات في قضية أخرى، وحكم علي ب2 في قضية رابعة. يعني 4 أو 5 قضايا حكم علي فيها أحكام ما بين 10 سنوات وال5 وال3 وال2. كل هذه الأحكام يعني منها ما برئت منه. يعني وصل الأمر بعد 2 أنه أنا أخذت براءة في قضية، وبعديها ب2 براءة في قضية أخرى، وبعديها بحوالي 5 أو 6 شهور براءة في قضية ثالثة، إلى أن لم يعد علي شيء في القضايا. يعني برئت من جميع الاتهامات بعد 3 سنوات من الحبس.
يعني لا يتخيل عاقل انه انا اتحبس شخص تضيع عليه حياته، تضيع عليه مستقبله، وما بتخليهوش يمتحن في السجن بتاعه، ضيعت عليه دراسته، ضيعت عليه يعني 3 سنين. يعني انا اتحبست وانا عندي 19 سنة، ف3 سنين خرجت انا عندي 22 سنة. السن ده المفروض كان يتعمل فيه كتير يعني. السن ده سن حركة، سن يعني توسيع آفاق ويعني توسيع مدارك. لكن انا اتحبست في السن ده، فما فيش الامكانيه اللي انا اقدر بيها ان انا ادرس، الامكانيه اللي انا اقدر بيها ازود العلم اللي عندي، الامكانيه اللي انا اقدر بيها افكر او افيد بلدي. اللي انا يعني كنت بتخيل في يوم من الايام لما كانوا بيسالونا واحنا صغيرين عايز تطلع ايه، انا عايز اطلع اي حاجه تفيد بلدي. يعني كان ده جوابي على اللي كان بيقول طبيب، اللي كان بيقول ضابط، اللي كان بيقول مهندس. انا كان جوابي يعني كما علمني ابي انه اطلع اي شيء افيد بيه بلدي او افيد بيه امتي. فيعني حرمت من ذلك، لكن نتداركه ان شاء الله. بعد كده، بعد ما خلصت كل حاجة، فوجئت ان انا بتاخد لمبنى امن الدولة في السويس، بتحبس مدة 7 أو 8 أيام على اعتبار ان انا خارج السجن الان. يعني لا احد يعلم عني شيئا، انا الان خارج السجن، ده على الاوراق الرسمية. فوجئت بعد هذه 8 أيام ان يجي واحد من المخبرين ياخدني من الحبس اللي انا كنت فيه، ونروح على اسم شرطة ال40. اسم شرطة ال40 في مدينة السويس. في ايه؟ دي قضية، احنا لسه جايبينك من البيت من حوالي ساعة، وده محضر جديد، واحنا عملنا لك قضية جديدة بأحراز جديدة، وهتنزل النيابة بكرة ان شاء الله. فيعني كنا نرى العجب العجاب يعني. وهكذا يعني كانت الدائرة تدور في السويس وفي الشرقية وفي غيرها من المحافظات. هكذا تدور الدائرة. كلما يعني وصلت لإخلاء سبيل ترجع تاخد قضية جديدة، وصلت البراءة ترجع تاخد قضية جديدة. يعني أنت لن تخرج إلا على يعني على الخشبة زي ما بنقول في مصر. لن تخرج إلا على ظهرك إلى القبر، كما يحدث الآن كثيرا في السجون يعني. وكما يعني نفاجأ ب3 أعدموا منذ يومين، يعني 5 أعدموا منذ شهر، وهناك من مات بالإهمال الطبي، وهناك من مات من التعذيب، وهناك من صفي جسديا في محافظة ما لأنه كان في اشتباكات مع الشرطة. لا يتخيل عاقل أبدا أن يكون هناك أحد يحمل سلاح ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويموت هكذا. لا يعني ليس هناك عاقل في أي مكان في الدنيا يتخيل أن هناك طرفين يحملون السلاح، وطرف يتغلب على الآخر في كل مرة بدون أي إصابات. يعني لا تعليق على هذا، يعني لكم التعليق على هذا. وهذا ما يحدث يعني. يخفون إخواننا يعني 2 3 أو سنة أو أكثر أو أقل، ومن ثم يأخذونهم إلى مكان ما يقتلونهم، ثم يصورونهم على أنهم كانوا في اشتباكات هنا وهناك. وهذا الكلام مثبت، أنك أخذته وأخفيته لمدة 3 أشهر، وأنك أخذته وأخفيته لمدة تزيد عن ذلك أو تقل، وبعد ذلك قتلته، ثم تقول أنه كان في اشتباكات مع الشرطة. يعني ليس هناك عاقل يتخيل هذا يعني. بعد ذلك يعني انتهيت من هذه القضية التي يعني فوجئت بها في أمن الدولة، وخرجت من السجن بأعجوبة. أنا إلى الآن لا أتخيل كيف خرجت من السجن. يعني أنا خرجت من السجن وأنا محكوم علي بالسجن. يعني كانت هناك أحكام ضدي لكنها غيابية، يعني كان مكتوبة على الورق أنني هارب لكنني كنت في السجن. يعني كانوا يريدونني، يعني كانوا يعرفون من هو عمر الشويخ،
جيدا ويعرفون أسرته جيدا. وكان أخي الكبير معي في السجن في هذا الوقت وما زال، وأخي الصغير أيضا الآن يعني حبسوه بعد أن خرجت أنا من السجن. فأنا خرجت من السجن بأعجوبة، يعني أنا إلى الآن لا أدري ما الذي حدث، ولكنني خرجت من السجن. يعني قعدت حوالي 5 شهور أو 6 شهور مش بقدر إن أنا أتحرك في أي مكان داخل مصر. قعدت بعد كده 2 سنين وابتديت إن أنا أدور على طريق للسفر. سافرت عن طريق السودان، قعدت 3 أيام ب3 ليالي في الطريق الصحراوي في الصحراء ما بين مصر والسودان. وخرجت من السودان لتركيا الحمد لله من حوالي 1 سنة وشهر.